السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال. اهلا وسهلا بيكم على قناة مامة التوينز. لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء صوابي. قناتي بتقدم اكلات ووصفات ان شاء الله كلها تعجبكم وتنور رضاكم. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشير على قد ما تقدروا عشان الفايدة توصل للجميع. هنبدأ الفيديو بتاعنا. النهاردة هنعمل مع بعض البانيه بطريقة حلوة جدا. هتطلع معاكي النتيجة زي ما احنا شايفين كده مع بعض، كريسبي ومقرمش جدا من بره وطري جدا جدا من جوه. هنعمل بيه احلى سندوتشات بعيش البرجر وصوص التومية والكاتشب اللي احنا برضو عاملينه مع بعض. معانا فرخية كاملة. انا بصراحة رحت اجيب البانيه لقيته سعره بصراحة عدى، فانا قلت لا، بدل ما اجيب بانيه بصراحة هي اليومين دول مش عايزة غير كده في وسط الغلاء اللي احنا فيه ان الست تحاول تشغل دماغها. جبت فرخية وشلت منها الوركين والجناحين، وقلت دول والرقبة بقى وبقيت الفرخية، قلت دول اعمل بيهم وجبة تانية في يوم تاني، وصفة تانية في يوم تاني. وقلت الصدر بتاعنا هنستخدمه ونعمل بيه البانيه بدل ما اروح اشتري كيلو البانيه بالشيء الفلاني. معانا البانيه بقى، الوصفة بتاعتنا البانيه بتاعنا، ومعانا البهارات بتاعتنا. بهارات، ومعانا كركم، ربع معلقه كركم وربع معلقه كاري ونص معلقه فلفل اسود، ومعايا فص ثوم واحد ومكعب مرق وطماطميه واحده وبصلايه واحده صغيره، ومعانا معلقه ملح ونص معلقه سكر. البهارات اللي معانا بقى زي ما انت عايزه، دي بهارات فراخ، لو انت عايزه تحطي 7 بهارات، لو انت عندك حبهان مطحون حطي رشه برضو بيبقى حلو جدا. ودي كوبايه الا ربع من اللبن الرايب. عايزه اقول لكم ان اللبن الرايب ده هو سر طراوه الفراخ معايا، يعني اللبن الرايب ده هو اللي هيخلي لي الفراخ طريه جدا معايا. ومعايا كوبايتين من الكريسب الاصفر، ده كريسب بيتباع عند العطار عادي جدا، ومعايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا نص كوبايه من النشا. هبدا افرم الطماطمايه مع اللبن الرايب مع التوابل بتاعتنا في الخلاط، وهنرجع بالخليط بتاعنا عشان خاطر نتبل فيه معانا صدر الفرخه اللي احنا قطعناه شرايح وعملناه بانيه من الفرخه بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان صدر الفرخه ده عامل معايا كميه محترمه، وفرخه واحده عملت منها البانيه، وهعمل منها وصفه تانية واكله تانية في يوم تاني. هبدا اتبل معايا صدر الفرخه بتاعي واغرقه بالخليط بتاعنا عشان يتبل كويس. عايزه اقول لكم كل ما بتنقعوا البانيه بتاعكم في الخليط، كل ما بيكون النتيجه معانا احلى. يعني انت لو عملتيه قبلها بيوم وسبتيه في التلاجة بتكون النتيجه معاكي حلوه جدا. بس انا هعمله هركنه ساعه بس، زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنعمله ونركنه مع بعض شويه، بس ما ينفعش نعمله على طول لان مش هيلحق يتشرب من التتبيله بتاعتنا معانا، لازم يتركن اقل حاجه ساعه. بعد كده هنجيب المكونات بتاعتنا اللي هي عبارة عن كوبايتين الكريسب بتوعنا، احنا طحناهم في الخلاط نص طحنة. وبقول لكم ان التتبيلة اللي احنا شلنا منها البانيه دي مش هنرميها، احنا عايزينها، يعني شلنا البانيه والتتبيلة اللي معانا دي احنا محتاجينها. ده الكريسب بتاعنا طحناه نص طحنة، انا عايزاه مجروش مش عايزاه ناعم. ودول كوبايتين الدقيق بتوعنا، ودي نص كوباية النشا. عايزة اقول لكم بقى ان اللي فاضل معانا من التتبيله اللي احنا متبلين فيها صدور الفراخ دي، متبلين فيها البانيه، هنتبل بيها. هنعمل بيها الكفر بتاع البانيه، هتبقى حلوه جدا 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 وتدينا تطعيمه حلوه جدا. اهم حاجه تكون معانا ساقعه متلجه، يعني نحط عليها ميه ساقعه ونحط فيها تلجايه عشان تبقى ساقعه متلجه جدا، اهم حاجه معانا. هنبدا بقى نجيب معانا طبق واسع وننزل بكميه الكريسب بتاعنا. عايزه اقول لكم ان الكريسب ده بيديني لون حلو قوي قوي قوي، وبيديني نتيجه حلوه قوي، بيبقى مقرمش. هنزل بكوبايه واحده بس من الدقيق، وبيبقى احلى من الفيجيتار كتير. يعني انا هنزل بنص كميه الدقيق بس، وهنزل بنص كوبايه النشا. عايزه اقول لكم ان انا حسيت ان نص كوبايه النشا كتير، فخدت منه حوالي معلقتين. وهبدأ بقى اقلب معانا الخليط ده، واحط عليه بهارات من نفس البهارات اللي انا حطيتها على تتبيلة الفراخ، يعني بهارات فراخ وفلفل اسود وملح وربع معلقة كركم وكاري. هبدأ اقلب التتبيلة بتاعتنا كده، الخليط بتاعنا كده. عايزة اقول لكم ان الخليط ده بيبقى تحفة جدا جدا جدا، وبيبقى احسن من الفيجيتار بكتير جدا. هبدأ اقلبه مع بعض، هنبدأ نقلبه كده كويس جدا لعند ما كل المكونات بتاعتنا تختلط مع بعضها.
هنبدأ بعد كده نجيب البانيه بتاعنا، قطع البانيه بتاعتنا نحطها في الدقيق اللي فاضل معانا، نص كمية الدقيق اللي احنا سيبناها مع بعض. هنبدأ ننزل فيها بصدور الفراخ بتاعتنا بالبانيه، وبعدين نطلعها من الدقيق زي ما احنا شايفين مع بعض كده، وهنطلعها من الدقيق نحطها في التتبيلة المتلجة بتاعتنا. يعني احنا مش هنعمله ببيض، احنا هنعمله بالطريقة دي، وصدقيني الطريقة دي هتبقى احلى بكتير بكتير من البيض. ودلوقتي البيضة ما شاء الله وصلت 5 جنيه، فاحنا هنستغنى عن البيض تماما. هنبدأ كده مع بعض بسم الله، نشيل الصدر بتاعنا ونبدأ نحطه في الدقيق معانا، ونبدأ ننفضه كويس جدا من الدقيق. بصوا انا بوريكم ان المية لازم تكون متلجة جدا 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 عشان توصلي لأحلى نتيجة. وابدأ اطلعها كده من التتبيلة بتاعتنا، وابدأ احط عليها الكريسب بتاعي، واضغط عليها جامد عشان يتماسك معايا. عايزه اقول لكم ان في المرحله دي اقدر ان انا اقليه على كده خلاص، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اعمل له كفر تاني. يعني انت لو عايزه الكفر بتاعك سميك تقدري تعملي طبقه تانية، بتديكي برضو نتيجه حلوه جدا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. انت ممكن تستكفي بطبقه واحده بس، او تعملي طبقه وبعدها طبقه كمان زي ما انا عملت كده، تعملي طبقتين. اهو انا حطيت الدقيق في حاجه في بوله عشان خاطر ابقى متحكمه اكتر. ابدا احطه في الدقيق واشيله احطه في التتبيله، وارجع احطه في الكريسب، وارجع احطه في التتبيله تاني عشان اعمل كفر تاني، واحطه في الكريسب تاني. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي بتديني طعم حلو قوي 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 قوي، بتديني تطعيمه حلوه جدا للبانيه. وفي نفس الوقت ما رميناش التتبيله لان كلها بهارات وفيها بصل وفيها كل حاجه، وفي نفس الوقت وفرنا البيض اللي احنا كنا هنحطه، وما كانش هيدينا نفس النتيجه بتاعه البهارات بتاعتنا وبتاعه التتبيله بتاعتنا. اهو انا بعمل البانيه بتاعي، بعمل له طبقتين من الكريسب اللي عليه بره ده. هبدأ بقى اخلص الكمية بتاعتي كلها. انتي لو حابة تعمليه طبقة واحدة، لو مش بتحبي الكفر ده سميك، تقدري تعمليه هي طبقة واحدة بس كفاية. دي حاجة ترجع لذوقك انتي. بعد ما خلصنا الكمية كلها، هنبدأ نجيب طاسة على النار معانا، وحاطين فيها كمية زيت محترمة، كمية زيت كويسة. ومعانا البخاخة دي، هقول لكم بقى هنعمل تركاية بقى بتاعت المحلات وبتاعت المطاعم. هقول لكم هنعمل بيها ايه. البخاخة دي هنبدأ نبخ على البانيه بتاعنا، على الكريسب اللي على البره ده، التتبيله اللي عليه والدقيق. نبدا نبخ ميه، فتبدا الكفر اللي بره ده يتماسك معانا، وما يطلعش مني ولا يفك مني في قلب الزيت زي ما احنا شايفين مع بعض كده. عندنا زيت سخن، هنعلي النار لعند ما الزيت يسخن معانا، وبعد كده هنهدي النار، نخلي النار متوسطه. يعني النار بتاعتنا لا تبقى عاليه فالبانيه ياخد لون من بره وهو ناي من جوه، ولا تبقى واطيه فالبانيه بتاعي ما يبقاش مقرمش ولا كريسبي ويبقى شارب زيت معايا. نسخن الزيت كويس جدا، وبعد كده نهدي النار معانا. هنبدأ بعد كده ننزل بالبانيه بتاعنا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. عايزه اقول لك ان البانيه المفروض ان انت تحطيه ما تحركوهوش، لا انا بحركه عادي جدا جدا. الطبقه اللي معايا بره دي متماسكه جدا جدا جدا. اولا عشان رشه الميه، بخه الميه اللي احنا رشيناها وبخيناها مع بعض دي. ثانيا عشان خاطر التلج اللي احنا حطيناه في التتبيله بتاعتنا اللي احنا حطينا فيها البانيه بتاعنا، لان اللي عايزه اقول لكم الميه الساقعه دي بتخلي التتبيله معانا والكفر بتاعنا يقفش، فيمسك على حتة البانيه معانا كويس. هنبدأ بقى نخلص الكمية بتاعتنا. مش عايزة اقول لكم طالع مقرمش عامل ازاي، وريحته لما نزل في الزيت كانت قلبة المكان كله. ريحة التتبيلة والبهارات بتاعتنا اول ما نزل في الزيت بدأت الريحة تطلع، فكانت ريحته فعلا فعلا تحفة. بصوا مقرمش معايا ازاي، عايزة اوريكم ان هو مقرمش جدا، وكان طعمه تحفة جدا جدا. بصوا كان اكتر من رائع بجد، كانت وصفة فعلا 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 تحفة جدا. ادي البانيه اهو بعد ما خلصنا الكميه كلها. عايزه اقول لكم ان هو كان كريسبي من بره، وكان طري جدا وجوسي جدا من جوه، وكان طري من جوه عشان خاطر اللبن الرايب اللي احنا حطيناه على التتبيله بتاعتنا. اللبن الرايب اللي احنا حطيناه على التتبيله هو اللي ساعد معايا الانسجه بتاعه الصدر بتاع الفرخه ان هي تكون طريه معايا وحلوه معايا.
ومعانا صوص التوميه وصوص الكاتشب وعيش البرجر، قدمنا بيه احلى ساندوتش بانيه. عايزه اقول لكم ان عيش البرجر ده احنا عاملينه مع بعض في القناه، وكانت النتيجه تحفه جدا جدا كمان. وصوص التوميه ده احنا برضو عاملينه مع بعض في القناه. وصوص الكاتشب عاملينه مع بعض في القناه. كل الصوصات وكل حاجه عاملينها في البيت، ما بنشتريش حاجه من بره، كل حاجه بنعملها في البيت وبتبقى اطعم واحلى وانضف من بره كتير، وفي نفس الوقت بتوفر علينا كتير. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.